واش فعلا القانون الجديد ديال العدول قلب موازين المهنة، مهنة العدول والتوثيق بصفة عامة؟ واش العدل ولات عنده صلاحية أكبر في العقود العقارية؟ واش إلا كنتي باغي تبيع ولا تشري عقار محفظ تقدر تمشي عند أي عادل؟ وشنو الفرق دابا بين العدل والموثق بناء على هذا القانون؟ واش العدل يقدر يشد الفلوس ديال البيع من عند المشتري ويعطيها للبائع؟ ولا وقع خطأ من العدول وتضررت ماديا، شكون غادي يعوضني؟ وشكون يقدر يشهد العدل؟ الا كانت عندي ارض وما عنديش وثائق الاصليه ديال الملكيه، واش القانون الجديد دار شي حل في هذه المساله؟ هاد الاسئله كامله اللي طرحت تتعبر على مجموعه من التغييرات اللي جا بها هذا القانون المنظم المهنه ديال العدول. خليك معايا النهايه ديال الفيديو، حيتاش كاين تغييرات خاص اي واحد كيتعامل مع العقار يكون عارفها، وغادي نجاوب على هذه الاسئله ان شاء الله. القانون الجديد وسع بشكل واضح الاختصاصات ديال العدول في المجال العقاري، وخصوصا في العقود المرتبطه بالعقارات المحفظه. يعني دابا العدل يقدر يحرر عقود مهمه بحال البيع والتفويت والهبه والوعد بالبيع والوكاله والقسمه وغيرها من التصرفات العقاريه. ومن التغييرات اللي جا بها قانون جديد انه ممكن الا بغيتي تشري ولا تبيع عقار معين، فراه ممكن تمشي عند اي عدل في المغرب، ماشي بالضروره عند العدل اللي كاين في المنطقه اللي كاين فيها العقار. وهذا الشيء ما تيعنيش ان الاختصاص الترابي للعدل تم الغاؤه، وانما هذا الامر ما تيسريش على جميع انواع العقارات. هذا الشيء تعني فقط العقارات المحفظه. من خلال هذه التغييرات مجموعه من الناس يتساءلوا واش العدل ولا بحال النوتير؟ الجواب بكل بساطة هو نعم، لأنه كل العقود اللي يمكن النوتير يكتبها يمكن حتى العدل ذلك، بما فيها البيوعات العقارية خاصة العقارات المحفظة. ولكن شكون أحسن، واش العقود المكتوبة عند العدل ولا العقود المكتوبة عند الموثق؟ الأصل أنه ما كاين حتى شي صراع بين الموثقين والعدل. كل يمارس اختصاصه داخل المجال اختصاصه المحلي أو النوعي، وكل واحد تينظمو قانون. والجواب بطبيعة الحال هما أصلا عندهم نفس الحجية والقوة، لأنهم تأثرهم قانون واضح وصارم. يعني إلا كان عندك شي عقد بغيتي تكتبو، الأمر تيبقى لك وتبقى اختيار ديالك، والنتيجة واحدة إن شاء الله. واحد من الأسئلة اللي تيجي من عند المتابعين بزاف، دابا إلا كان العدل ولا بحالو بحال النوتير، واش يمكن يشد الفلوس ديال البيع كيف تيدير النوتير؟ الجواب بكل بساطة هاد الميزة كاينة عند الموثقين فقط. واش هاد الشيء تعني أن المشتري ما يقدرش يخلص عند العدل نهائيا؟ هنا خاصنا نكونوا حذرين. آه، المشتري ماشي ممنوع عليه يعطي الفلوس للعدل باش يقوم بالإجراءات ديال البيع، لكن يحتفظ بهم حتى البيع أو حتى يتم البيع هنا ممنوع. ومن الأمور اللي وضحها هذا القانون الجديد هي شهادة اللفيف. شنو هي هذه الشهادة وشنو الدور ديالها؟ تبع معايا باش تفهم مزيان. هذه الشهادة تحتاجها الناس اللي عندهم أراضي لكن ما عندهمش وثائق باش يثبتوا الملكية ديالهم لهذه الأراضي هذه. والتعريف ديالها هي شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق. ما كاينش القانون اللي كيشترط وسيلة خاصة لإثباتها، ويتم تأديتها أمام عدلين وفق القانون. وأهم المستجدات اللي جا بها القانون الجديد هو الإبقاء على شرط 12 شهد في هذه الوثيقة هذه، أو للحصول على هذه الوثيقة. هذا الشيء لأن كاين اعتقاد أن القانون الجديد نقص العدد. والجديد المهم أن الشهادة ممكن تجمع على عدة أيام. هذه نقطة عملية بزاف. القانون الجديد سمح للعادلين أنهم يسمعوا لطالب الشهادة والشهود في تواريخ مختلفة، ولكن داخل أجال أقصاه 15 يوم على الأكثر. يعني ما بقاش ضروري وبالضرورة تجمع 12 شاهد كاملين في جلسة واحدة. المهم أن عملية تلقي الشهادة كاملة تتم داخل 15 يوم كحد أقصى. وهذا مستجد عملي مهم جدا بالنسبة الناس اللي كيصعب عليهم يجمعوا عدد كبير من الشهود في نهار واحد. ومن المستجدات أيضا أن العدلان خاصهم يتأكدوا من سماع تفاصيل الشهادة من كل شهيد على انفراد، ويسولوا على الأمور اللي فيها غموض أو إجمال. والأهم خاصهم يسولوا على المصدر
ديال العلم بالواقعة، وكيفاش عرف ومنين جاه العلم بهذه الواقعة. كذلك شحال هو عرف وشنو شاف وشنو الوقائع اللي كيشهد عليها. كاين مستجد مهم بخصوص واش الشهود يكونوا رجال فقط أو حتى نساء. هاد النقطة فيها جدل كبير بزاف قانوني ودستوري. وفي الصيغة النهائية للقانون الجديد المنظم لمهنة العدول في المادة 67 استعملت صيغة الشهود فقط، وحددت العدد في 12 شهد، بينما كانت الصيغة السابقة تتضمن عبارة شهود ذكورا وإناثا. الإبقاء على عبارة الشهود فقط وحذف ذكور وإناث يعني بشكل ضمني أن النساء ممكن يشهدوا في هذه الوثيقة. ومن الممكن تنقول من الممكن دون العمل بالقواعد الفقهية اللي كان معمول بها، حيث أن النساء يمكن يشهدوا في الوثائق العدلية، لكن يجب أن يكون عددهم الضعف. يعني بدل 12 شاهد ذكورا يكون العدد 24 شاهدة من الإناث. وأخيرا وليس آخرا، كنت بغيت نجاوب على جميع الأسئلة اللي طرحت في المقدمة ديال الفيديو، لكن الفيديو غادي يكون طويل شوية، لذلك أرتئيت أن أجيب عنها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وبهذا نكون وصلنا لآخر الفيديو. شكرا على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.